عايزة أحكي لكم موقف حصل معايا امبارح. الموقف ده مش عارفة أقول عليه قصة طيبة ولا قصة مؤثرة. المهم هو حاجة يعني كل ما افتكرها أبقى متأثرة جدا جدا. أنا من فترة حصل بيني وبين إنسانة عزيزة عليا موقف كده، يعني خلى إنه يعني كل واحد يروح لحاله. وهي الحقيقة يعني عملت الموقف بطريقة ألمتني قوي ووجعتني. آه، وخلاص، وكل لما فين وفين تيجي على بالي أبقى يعني حاسة بشوية مرارة كده. يشاء القدر إنه امبارح والله ده حصل، إنه هي جت على بالي، ولكن جت على بالي بإحساس مختلف، وهو إنه يا ترى هي عاملة إيه، يا رب تكون كويسة، أبعت لها رسالة. الفكرة جت يعني مرت كده مرور الكرام، ولكن ما كانش فيها إحساس المرارة. كان فيها مثلا تقدروا تقولوا إحساس الوحشة، إنه بجد عايزة أطمن عليها، مش عايزة حاجة وخلاص. وما أخدتش الأكشن وما عملتش أي حاجة. بعد الحكاية دي يمكن بأربع خمس ساعات ببص في التليفون، لما رن لقيت اسمها على التليفون. أنا اتخضيت بجد. رديت ولقيتها بتقولي أنا كنت في عمرة، هي يعني كانت في عمرة، وإنها افتكرتني جدا وفضلت تدعيلي، وإن هي عايزة تشوفني. مش قادرة أقول لكم مشاعري وقتها كانت عاملة إزاي. يعني اللي هو لو كانت قصادي كنت يعني أخدها بالحضن، وهو أنا لسه ما قابلتهاش، بس يعني أكيد هاخدها بالحضن. لأنه الحقيقة إنه كانت الحكاية بالنسبة لي مؤثرة قوي. وهنا فكرت في إنه الواحد على فكرة لما بيفكر بمشاعر مختلفة، غير المشاعر السلبية، يعني إحساس طيب أو مشاعر طيبة، أو بعيد بقى عن المرارة وإنه الذكرى الوحشة وإنه هي عملت لما الواحد بيبعد عن الفكرة دي بتاعت إنه يزود ويسخن نفسه، الحقيقة إنه وكأنه بيوسع مكان إنه الحاجات الطيبة تجيله، وإنه التواصل بين الناس يحصل حتى عن بعد. أنا عن نفسي مصدقة قوي إنه المشاعر الطيبة لما بنديها مساحة أكبر بتجذب بجد مشاعر طيبة، وكأنه في إشارات غير مرئية بتحصل بين الناس. فاللي من القلب بيوصل للقلب حتى ولو عن بعد. يعني الموقف قد يبدو بسيط وأكيد بيحصل لكتير منكم. حابة قوي إنكم كمان تشاركوني وتقولوا لي تفسيركم إيه للي حصل ده. ولو عندكم كمان يعني قصص شبيهة، بإنه لما إحنا بنحس مشاعر طيبة أو مشاعر يعني إيجابية شوية، أو بنتسامح أو بنوسع مكان لحاجة كويسة، بنستقبل إيه. خلونا كده يعني في الأيام الجميلة دي نحاول نصحصح المشاعر الطيبة اللي جوانا، ونفتكر مواقف حصلت لنا، وإن شاء الله المواقف دي تزيد أكتر وأكتر، ونستقبل ونوسع مكان جوانا وجوه الآخرين إن هم يلاقوا الحتت الطيبة دي. شاركوني بالقصص وبالمواقف وكمان بتفسيراتكم اللي حصل ده من وجهة نظركم حصل ليه.